كنت شاهد مين اللي كانوا؟ اقسم بالله ما حصل اصلا. اقسم بالله ما حصل اصلا يعني ما اقسم بالله كانش ما في حصل. الاثنين، ما لا كانش طبعا اصلا انا فيه. شيكا حبيبي وبحبه جدا، بس هو خانوا التعبير. ما حصلش. خانوا التعبير؟ طبعا ما لا حصلش. بس ده هو دفاع توقف عن، عندها يا بص ده باسم دفاع عن المنافس بتاعك امل. انت ماشي كويس جدا، المنافس بتاعك عمال يمر بفتره مش كويسه. فهو قول الاهلي طيب بيفرفر. قول عادي. عارفه مين اللي بيفرفر؟ هو الاهلي بيفرفر من اول الموسم ساعه ما كان كاس العالم في الانديه. فانت بتديله الامل واحده. انت خسرت امبارح، هم طبعا دلوقتي لا ده احنا بقى هندوس ومش عارف ايه. احنا ما خدنا الدوري 2014 اللي كان بيحصل. هو الاهلي برده كان بيفرفر ما كانوا بيلعبونا، واحنا في الوقت ده كانوا بيعيطوا فوق اللبس. بس ما عنديش ادنى مشكله ان انت عايز تتشهر، اطلع وقول لنا انا عايزه اتشهر، وهطلع اقول تصريحات مستفزه عشان استفزكم، فتطلعوا تعملوا عليا فيديوز فتشهر عشان انا ما حدش يعرفني. هنعمل كده وهنشهرك. وعلى الرغم من اللي انا عارفه اللي انت بتقول الكلام ده كله عشان نطلع نرد عليك ونعمل لك اللي في دماغك، فابسط يا باسم يا مرسي هعمل لك اللي في دماغك. لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تتكلم باحترام، تتكلم وانت عارف انت بتتكلم عن مين. هرد على جزئيه شيكابالا قصه الشيشه ومش الشيشه، ولكن انا هرد في الجزء اللي يخصني ويخص ناديه في الاول، عشان احنا دايما في الاول. النادي الاهلي لما كان بيقابلك، لما انت كنت موجود زي ما انت قلت كانوا بيعيطوا في اوض اللبس. تعالوا نشوف تاريخ باسم مرسي مع الزمالك امام الاهلي ايه عشان نعرف مين اللي كان بيعيط. في الفتره اللي باسم مرسي كان بيلعب فيها مع الزمالك من 2014 لحد 2017، نادي الاهلي قابل الزمالك في 18 مباراه، لعب فيها 14 مباراه في الدوري و2 كاس مصر و2 سوبر مصر. الزمالك في ال 18 مباراه دي كسبان كام مباراه يا خلود مع باسم مرسي؟ باسم الحاسم 3 مباريات فقط اللي كسبهم الزمالك مع باسم مرسي امام النادي الاهلي، منهم دوري واحد بس 2014 2015. طب باسم الحاسم اللي احنا كنا بنبصوا بنقطع شراييننا في اوضه اللبس، بنموت من العياط مرعوبين مش قادرين عشان الزمالك معاه باسم، بنموت من العياط. باسم مرسي في تاريخه امام النادي الاهلي في ال 18 مباراه جاب كام جول في الاهلي؟ 7 اجوال. كتاب ربنا 7 اجوال وصنع هدفين. احنا في مباراه واحده جبنا فيكم 6. يعني تاريخك كله امام الاهلي احنا كاسبينه في مباراه، جايبينه كلكم فيكم في مباراه. تاريخك الجامد قوي انت طالع بتتكلم فيه هو ولا حاجه، ان انت اصلا عملتش اي حاجه. بعديها الزمالك واخد الدوري 2021 ل 21 22 مش متذكره، يعني من 2014 ل 2020 انت كمان ما كنتش موجود في دوري واحد بس. احنا اللي كنا بنعيط يا ابني، ده احنا طول عمرنا كابوسك انت واصحابك مر التاريخ. تيجي تتكلم على النادي الاهلي تتكلم بمنتهى الاحترام. ومعرفش ازاي ما حدش بيطلع يرد على باسم مرسي، لانه كذا مره يغلط في ناس الاسم بالعين، فانت بتغلط فيهم وهم بيسكتوا عن حقهم، ده حقهم انا ماليش دعوه، دي حريه الاختيار ليهم. لكن اللي انت تغلط في النادي الاهلي لا، ده الخطين الحمر اللي على التيشيرت اللي انت بتشجعه واللي انت بتلعب فيه. فوق لنفسك واعرف انت بتتكلم عن مين. اما بالنسبه لحوار شيكابالا، والله يعني كابتن الفريق بتاعكم كداب، هيطلع يدعي حاجات على نفسه وهو موجود في الفريق عشان كده. الله اعلم انت اللي كنت بتشيش ولا مين. بس ردك يا باسم اللي انت بتطلع بتنفي الموضوع ومحموق قوي كده، يبقى انت اللي كنت بتشرب. اتضايق قوي كده ليه؟ ايه جمله خانوا التعبير؟ هو بيقول ذهبت الى المدرسه بالباص للعربيه. راجل طلع في تصريح دايركت على الهوا قال لك احنا ربنا ما كرمناش عشان كان في 2 بيشيشوا في اوضه اللبس. كابتن فرقتكم الاسطوره بتاعتكم. لكن انا ماليش في العك ده كله، منكم فيكم مع نفسكم. لكن انا اللي يخصني رديت عليه. لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تتكلم باحترام ونرجو ان حد يطلع يرد على باسم مرسي ويوقفه عند حد، لان احنا عند النادي الاهلي ومش هنسكت. صح نسيت اقول كويس اللي احنا انت عارف ان ده مش ادائنا في الدوري، وان احنا بنفرفر عشان كاس العالم للانديه، البطوله اللي انتوا عمركم ما رحتوها. ولا شيكابالا القائد التاريخي بتاعكم خد افريقيا اصلا معاك، مش لما تاخدوا افريقيا تبقوا تروحوا كاس العالم للانديه. فاحنا فعلا بنفرفر تعبنا من كتر البطولات اللي احنا بنشارك فيها، وخصوصا كاس العالم للانديه. بس حبيبي عايز اقول لك معلومه بسيطه، يعني ايه الدوري المصري؟ يعني كله بيعيش الوهم والاهلي بياخد الدوري. العبره بالنهايات. وانتوا واخدين كام دوري يا باسم؟ عشان احنا بنفرفر.